كان في سؤال في إحدى الجروبات، كان في بنوتة جميلة بتسأل وبتقول إن خطيبها دايما بيحاول إن هو يبعدها عن بعض الشخصيات من أصحابها، من زميلاتها، من إخواتها. فكان سؤالها أكمل ولا لأ. السؤال دوت فكرني بقصة أحب إن أنا أشارككم بيها معايا. كنت بنوتة، كنت طبعا من سنين أعرفها، وكانت في الفترة دي كانت مخطوبة، وكانت دايما هي شايفة نفسها إن هي محظوظة لأن هي مرتبطة بحد بيغير عليها وحد عايزها ليه لوحده. ده كان حسب ما هي الكونسبت بتاع دماغها مفهمه لها كده. كان بيبتدي معاها دايما: صاحبتك دي انا مش بحبها، بلاش منها. تضحك وتقول له: حاضر، اصله بيغير عليا. بعد شوية أهلك بلاش يتدخلوا في أي حوار بينا وفي أي كلام، إحنا لازم يبقى لينا خصوصية. حاضر. وابتدت بالفعل تقلل الكلام مع أهلها، ده إن هم ما كانوش بيبقوا عارفين عنها حاجة ويسألوها: أنت كويسة؟ الدنيا تمام؟ تمام، مفيش حاجة، ما تقلقوش. وابتدت تقلل مجموعة الأنشطة اللي بتعملها، سواء كان في نادي أو خروجة أو أي حاجة من الأنشطة اللي كانت خاصة بيها. بلاش، لأن أنا بغير عليكي جدا وعايز في أي وقت أتصل بيكي ألاقيك أنت قادرة تردي عليا. تضحك نفس الضحكة وتقول: أصله بيغير عليا، وليه لأ؟ عشان خاطره أمنع ده. لغاية ما جينا بعد كده وصل: أنا مش عايز حد يدخل بيتي بعد الجواز. خلاص، أنا مش عايز حد يدخل بيتي. عاشت البنت في دايرة مغلقة، هي وهو بس، مفيش حد تاني خالص بيكلمها. لغاية ما في يوم من الأيام حصل معاها مشكلة، محتاجة تحكي، محتاجة تفضفض. المشاكل دي عادية، بتحصل في أي بيوت، بتيجي في وقت البنت أو الزوجة ساعتها محتاجة مامتها، محتاجة صاحبتها اللي تثق فيها، محتاجة حد تحكي معاه. لا لقت أم، ولا لقت الأب، ولا لقت الصحبة، ولا لقت الجارة، ولا لقت مكان تنزل حتى تقعد فيه وتتكلم فيه مع حد. في ساعتها حست إن هي فعلا كانت غلطانة. أنا جاية لك يا بنتي لكل بنت مرتبطة، ولكل بنت بتبتدي تشوف حياتها ويجي لها شخص. أول حاجة لازم تبتدي تعرفيها: الشخص دوت فعلا بيحبك. لو الحب جايلك بفكرة إن هو عايز يبعدك عن الناس، أنا يا بنتي كأم بقولك: الحب اللي يبعدك عن الناس ويقلل دايرة معارفك ده مش حب، دي سيطرة متغلفة بكلمتين حلوين. فأرجوكوا شغلوا دماغنا شوية، إن مش الكلام الحلو هو اللي لازم يكون وراه حب. أوقات البنات بتبقى في لحظة الحب وفي لحظة الإنسان، لأن هي في عاطفة مرتبطة بيه، أوقات عينينا ما بتبقاش شايفة. خليني يا بنتي بأكد تاني: الحب اللي يبعدك عن الناس، الحب اللي يعيشك في عزلة، ده مش حب. دوت إحساس الراجل وعايز سيطرة، بس بيوصلك لمرحلة إنه يسيطر عليكي بكلمتين مغلفين وكلمتين حلوين. انت مش لوحدك، معاكي نرمين، وإيد في إيد تبقى حياتنا أفضل. نكمل مع بعض سلسلة أم واعية وبنت واثقة، وربنا معاكم.